يلا بينا نعمل احلى كباب فراخ على الشوايه في البيت عندنا. طبعا مش في فرن البوتاجاز ولا في صواني، لا عملته على الشوايه بالفحم. طبعا هتاكلي صوابعك وراه، تحفه بجد. شويت كده معاه شويه فلفل وشويه طماطم وشويه بصل، ما اقولكمش بقى على الطعم وللريحه. فتابعوني كده لاخر الفيديو، وما تنسونيش بقى في اللايك والشير وفعلوا الجرس علشان اي فيديو جديد انزله ينزلوك على طول. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات، ووجودكم في قناتي شرف ليا. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، واقول لكم انا عملت كباب الفراخ ازاي. كان عندي كده بقى، كل لما اجيب فراخ تربية من حد جنبنا ولا اي حد، اجيب فراخ حجم كبير، بقوم ماسكه الصدور بتاعتها كده، واقوم مشفيها واقوم حطاها في الفريزر، علشان الاولاد عندي ما بيحبوش الصدور، فببقى اعمل لهم بها اي اكلات تانية. فطلعت كده الصدور اللي موجودة عندي وقطعتها قطع كده زي ما انتوا شايفينها، علشان بقى افرمها في الكبة بتاعتي. طبعا بعد ما قطعتها قطع كده، مسكتها غسلتها كويس جدا وصفتها بالمصفى زي ما انتوا شايفين. جبت الكبة بتاعتي كده واديت لها فرمتين، بس ما فرمتهاش قوي علشان لسه هفرمها تاني. بشرت كده بصلتين كبار، وجبت المصفى بتاعتي وعصرتهم كده، نزلت المية اللي فيهم خالص، علشان طبعا المية اذا اتحطت على الفراخ اللي انا بعملها كباب هيفكوا معايا ومش هيظبط منك. فاحسن حاجة انك بعد ما تبشري البصل تصفيه من المية خالص. وكده نزلت بقى على الفراخ بالبصل المبشور والفلفل الالوان والعدين كده من الكزبرة، وحطيت معلقتين كبار توم باودر على بصل باودر. قلبتهم بقى كويس جدا علشان احط عليهم البهارات، واضربهم كده ايه في الكبة بتاعتي تاني، علشان ما ينفعش الكباب يكون معاك خشن كده، لسه ايه هنعمه شوية. جبت بقى كده معلقتين من الكزبرة الناشفة، ومعلقتين صغيرين من الكركم. طبعا المعالق اللي انا بحطها دي معالق صغيرة خالص، ومعلقة كده من السبع البهارات. وعندي بقى معلقتين من بهارات الفراخ كده، زودت فيهم كده علشان كانت بهارات فراخ على بهارات كباب يعني مشكلة. وجبت رشة بسيطة جدا من القرفة ومعلقتين كبار من البابريكا. كده خلاص تمام. وضفت كده اكيد طبعا ملح، كده الملح بتاعي كده علشان يبقى كده معايا البهارات كلها يكون مظبوطة. قلبتهم كده بقى بالسباتولا بتاعتي، وهنزلهم بقى في الكبة، ومش يعني مش هنعمهم قوي. هوريكم برضو القوام بتاعه ازاي. جبت كده بقى كده الكبة ونزلت بيها كده، بقولكمش بقى على الريحة بتاعة البهارات مع الفراخ تحفة. طبعا لكل ست بيت بقول لها عمايل الكباب في البيت كويسة جدا جدا ومفيدة، وبجد بتعمليها بنظافة وبكل أمانة ببيتك يعني، وبكوني غاسلة حاجتك. جبت كده وريتكم بقى كده الفراخ بعد ما خلاص فرمتها، طبعا ما صبحتهاش على طول، دخلتها الفريزر، قعدت معايا كده ساعتين. جبت بقى اي عصان شيش طاووق عندك، بس كنت هحطها على الفحم، كان عندي اسياخ كده، فما ينفعش بقى ان انا اعملها في عصان شيش طاووق علشان انا مش هعملها في فرن البوتاجاز، انا هعملها على الفحم. فجبت السياخ بتاعتي بقى كده وصبحت كده الكباب بتاعي كده، وعامله الصوابع بتاعتي كده بسم الله ما شاء الله، مش رفيعه لان الفراخ عندي مش بتكش ولا حاجه زي اللحمه. فكبرتها كده، بس عملتهم صابعين صغيرين علشان ما يبقاش معايا الصابع كبير كده ويقع منك. طبعا ملحوظه أنا نسيت اقوله لكم، انا حطيت معلقه واحده بس او معلقتين صغيرين دقيق على الخليط علشان ما يفكش منك، حفاظا يعني ان هو مش ما يفكش منك. كده خلاص. جبت بقى مية البصل دي كنز يا بنات، انا مش برميه خالص. طبعا بيمسك معاكي اي كباب او اي حاجة بتعمليها، مية البصل بتمسك معاكي جدا. ببل ايدي كده من البصل واصبع بيه الكباب. طبعا بسم الله ما شاء الله ما فكش ولا اي حاجة خالص. كان معايا زي ما انتوا شايفين السيخ معايا اهو، لا بيقع كده ولا كده خالص. صبحته بنفس الشكل كده. طبعا العجينة كنت ريحتها في الفريزر برضو، دي تاني ملحوظة مهمة، ان العجينة ما تصبحهاش على طول بعد ما تخلصيها، لازم تتحط معاك في الفريزر كده مش اقل من ساعة.
تجمد معاك كده وتشد، فتعرفي تصبعيها وما تفكش منك. صبحت كده بقى الكباب كده بنفس الشكل، بوريكم كام صبع اهو عشان بوريكم ان هو مش هيفك ولا حاجه خالص. كان عندي بقى طماطم كده صغيره، ببقى اجيب طماطم كده للصغار للشوي، طبعا بنحب الطماطم المشويه جدا. عملتها برضو كده على سيخ، يعني شكلتهم كده، عملت منظر حلو كده. وجبت برضو البصل الصغير، ببقى اجيبه برضو من السوق للفراخ يعني ولا اللحمه، بيبقى موجود عندي. بحب برضو البصل الصغير انتوا شايفينه ده. حطيت بقى كده برضو سيخ من البصل، وسيخ برضو من الفلفل الاخضر. طبعا لو كان موجود عندي برنجان كنت عملت، بس ما كانش موجود عندي. طبعا بسم الله ما شاء الله الصوابع تخينه كده، وبسم الله ما شاء الله كان تحفه، طعمه جميل جدا. زي ما انتم شايفين كده، مش هحطهم في الصاجه اللي انتم شايفينها دي، لا طبعا انا كنت مولعه الفحم وسبته يحمر معايا ويهدى خالص من النار، وحطيته كده في آه، بتاع الشوي، مش عارفه اسمه ايه بصراحه. وحطيت فيه الفحم كده وظبطته على الشوي على طول. بوريكم كده بعد ما صبحته، كان لسه فيه كميه تانية بقى قلت هعملها. وكده خلاص بقى، بعد ما جبت الفحم بتاعي وولحته كده وسيبته يهدى خالص. يا بنات، اهم ملحوظة عندك ان يكون الفحم ما يكونش قايد نار معاكي. عايزة الكباب بتاعك يطلع مظبوط ومستوي من جوه ومن بره، خلي الفحم بتاعك يهدى معاكي خالص. طبعا انا كنت جايبة كيلو من الفحم، بجيب يعني كميات على بعضها، بس انا كنت عاملة يجي كيلو كده تقريبا. يعني خليته كده كان ولع نار، وبعد كده سيبته يستوي كده احمر زي ما انتوا شايفينه الفحم وهدى خالص. وبعد كده نزلت بالكباب علشان الكباب بتاعي ما بياخدش وقت في السوى زي كباب اللحمه. فكنت عايزه اسويه كويس علشان انا كنت مصبعاه صوابع تخينه مش رفيعه، علشان الصبع الرفيع بيبقى ناشف معاكي كده وما بقاش تحسيش ان انت بتاكلي كده كباب. فقلبته كده من وقت للتاني على طول، ايدك تكون فيه علشان يكون مستوي معاكي من كل الجنوب كده. من وقت للتاني برضو كنت بجيب فرشة كده من الزيت، وبلمح كده وش الكباب، علشان زي ما انتوا عارفين ان الكباب بتاعي الفراخ بيبقى دايما ناشف كده معاك، فدايما اسقيه كده بفرشة من الزيت. خلاص كانت كده الدخانة طلعت بقى كده معاكي، وكان كانت ريحته قلب البيت كله، الكباب والفحم كده كان ما شاء الله عليه. طبعا الطماطم والفلفل والبصل دي تحفة تحفة في الأكل يعني مع المشويات، بنحبها جدا. أنا كنت بقوم بقى كده أجهز السلطة، وكنت عاملة كاتشب وكان عندي مخلل. فظبطت الغدا بقى عشان كانت المغرب هتأذن والأولاد كانوا جاعوا، وكان اخويا برضو موجود عندي فاتغدى معانا وشكر فيه جدا. احسن من بتاع الكباب كمان، بجد عاملاه بطريقه تحفه. جربيه مش هتنسيه ابدا اذا جربتيه في البيت يعني. مش المهم يكون عندك البتاع اللي موجود ده، ممكن تعملي في اي حل او اي حاجه موجوده عندك. جميل جدا جدا، بس يكون عندك اسياخ الشوي عشان دي مهمة جدا. لان في رمضان دايما بنشوي عليه، في رمضان يعني ما بنوديش نعمل كباب بره ولا فراخ خالص، بنشوي في البيت عندنا. بتشوي بره بالغالي جدا، وانت ممكن تجيبي كيلو فحم ولا 2 كيلو فحم يقضيكي كام شوي يعني، مش مرة واحدة بس. طبعا دي الكمية اللي كانت موجودة عندي تاني، علشان الاسياخ كانت عنده قليلة يعني، فكنت كده بعمل دور تاني. طبعا دي كانت اول حاجة عملتها للغدا اول ما طلعتها يعني، عشان الاولاد كانوا وراهم درس يعني. فالفيديو البسيط ده ما كنتش قدرت اصور والله، صدقوني غصب عني، بس ده اللي انا قدرت اصوره علشان الاولاد كانوا مستعجلين وعايزين يمشوا. فبجد كان تحفة، مش هتنسيه جدا اذا جربتيه. وبسم الله ما شاء الله ما فيش ولا صابح فك معايا خالص، زي ما انتوا شايفين من اول الفيديو لاخر الفيديو، والصوابح كده ماسك نفسه معايا وما شاء الله عليه. يا رب يكون يا بنات فيديو النهاردة عجبكم، واستنوني في فيديو جديد من قناة يومك اجمل مع ام فارس. وما تنسوش اللايك والشير للفيديو، وتضغطوا على زر الجرس علشان اي فيديو جديد انزله ينزل لكم على طول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، باي باي.